اللي هي مسطرة في البرنامج النضالي للنقابة الوطنية للتعليم، مسطرة من طرف المجلس الوطني الذي انعقد بتاريخ 15 نوفمبر، والذي سطر برنامجا نضاليا فوض تنفيذه للمكتب الوطني. وهكذا فهذا برنامج تيبتدأ بهذا الشكل الاحتجاجي اللي هو يومين مصحوب بوقفة احتجاجية. فأذكر بأن بالأمس كان هنالك انعقاد للمجلس الإداري للأكاديمية ببني ملال، حضره الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والنقابة الوطنية للتعليم، ففي شخص المجلس الجهوي حضر لهذه الوقفة وندد بهذه الخروقات. ومن بين الخروقات الواضحة وهو عدم إحضار ممثلي النقابات في هذا المجلس. وهذا الخرق هذا ماشي اليوم، بل هو انطلاقا من 2015. إذن فهذه المجالس ما بقاش تتحضر لهم ممثلي النقابات الوطنية التعليمية. إذن فاحتجاجنا اليوم احتجاج على تغييب الحوار، على تسليع وهشاشة التعليم، على تملص الوزارة من الاتفاقات السابقة، على خرق أعلى قانون في البلاد وهو الدستور. فحينما أقول تغييب الحوار فما يزيد تقريبا سنتين والحوار متوقف مع وزير التربية الوطنية، بل أننا نحن كنقابة وطنية التعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نطالب بحوار جدي يفضي إلى نتائج إيجابية، ليس ذلك الحوار المغشوش الذي لا يثمر أي شيء. فلقد وقع حوار وتم اتفاق على مراسم، 4 مراسم تخص المتصرفين أي الناس ديال الإدارة التربوية. هذه المراسم وضعت في الثلاجة وأصبح الآن تتقاذفها وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية. فأي مصداقية لهذه الحكومة ككل؟ فحينما نحتج على وزارة التربية الوطنية فإننا نحتج على الحكومة ككل، على الحكومة ككل التي أوصلتنا إلى هذا المنحدر أو هذا الدرك الأسفل حيث الضرر يعم الجميع، يعم نساء ورجال التعليم. وحيث أن التعليم كما يقول الكاتب الوطني النقابي الوطني للتعليم لدينا 23 ملف والوزارة لم تبت في أي ملف، حيث أصبح النظام الأساسي أصبح مبرقعا من 2003 17 عام هذه. وهذا النظام هذا فترتب عنه مجموعة من الفئات، ولا فئة واحدة تمتاز عن الأخرى، بل الكل متضرر، وجميع هذه الملفات أو جميع هذه الفئات لها ملفات مطلبية. فلهذا النقابة الوطنية للتعليم تقول أو تطالب بنظام أساسي موحد عادل ومحفز. إلى متى؟ والوزارة تتجرجر ما بغات تخرج هذا النظام الأساسي. إذن فلهذا غير هذا النظام الأساسي بوحده يتطلب من رجال ونساء التعليم أن يقوموا بمحطات نضالية، لأن الوضع لا يتحمل بأن تأخر أكثر. ثم نحتج على تهرب الوزارة من تنفيذ الاتفاقيات. فتنعرفوا بأن هنالك اتفاق من 2011 26 أبريل 2011. هذا الاتفاق ينص على إحداث درجة جديدة، لا زالت هذه الدرجة لم تخرج إلى حي الوجود، بل أن الحكومة السابقة تملصت منها. فمجرد هذا التملص فهو بحد ذاته فقدان للمصداقية في هذه الحكومة. كذلك هذا الاتفاق ديال 26 أبريل ينص على تعويضات للعالم القروي. فهذه المسائل الحكومة هذه الحالية ضاربة على الطم بشكل نهائي ما تتكلمش عليها. إذن فلاحظوا التملصات كما قلت ديال 26 أبريل، تملص من هذا
الاتفاق اللي تم دابا ديال هذه المراسم، اذا فهذا في حد ذاته فهذه التملصات كلها تبين لي ان هذه الحكومه ما عندهاش مصداقيه، ولهذا تنطالبوا كما قلت في البدايه حوار اللي يكون مفضي الى نتائج مثمره، ماشي مجرد اننا نوصلوا اتفاق وبالتالي هذا الاتفاق يعلق في او يبقى في عفريت وتجي شي حكومه اخرى وتقول لنا انا هذاك الشيء مكلف الى غير ذلك. فتنقولوا احنا بان الاداره فهي استمراريه، ما كاينش حبل انقاطع ما بين هذه الحكومه والحكومه اللي جات، فالى متى يبقى هذا التسويف؟ كذلك نحتج على التسليع والهشاشه اللي اصبح تتعرفها المنظومه التربويه. التسليع وهو من خلال هذا ادخال التعليم الخصوصي، اللي عرفنا ان هذا التعليم الخصوصي اش وقع في خلال هذه الجائحه ديال الكورونا والمشاكل اللي حدثت واللي ترتب عليها هروب جماعي وصل الى 140 الف تلميذ غادر التعليم الخصوصي والتحق التعليم العمومي. أمزازي سير في حالك والتعليم ماشي ديالك. أمزازي سير في حالك والتعليم ماشي ديالك. إذا قلنا بأن هذا التسليع مستمر كذلك من خلال القانون الإطار اللي من خلاله غادي يحدث كذلك غادي يكون هنالك فيه يعني القادم أسواء اللي غادي يكون فيه تعليم مؤدى عنه، بينما نحن في نقابة الوطن للتعليم تنطالبوا بتعليم موحد فيه تكافؤ الفرص، فيه المجانية، فيه الجودة، فيه الحداثة إلى غير ذلك. إذا فلاحظوا أن هذه المطالب ديال النقابة الوطنية للتعليم اللي تطالب بتعليم جيد يقابله طرح الحكومة، الطرح اللي يؤدي إلى الهشاشة، يؤدي إلى التسليع، يؤدي إلى التفكيك، يؤدي إلى ضرب المدرسة العمومية. إذا فنحن في النقابة الوطنية للتعليم فنريد كرامة نساء ورجال التعليم. أما اللي بغى الدل فالله يعطيه الدل أكثر من هو اللي هذا الدل اللي واصل دابا. إذا فنحن ندعو حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، حرية، كرامة. فكرامتنا أي شيء يمكن تنازل عليه، ولكن الكرامة فهي شيء اللي يمكن إذا فقد الإنسان كرامته فقد إنسانيته، فقد آدميته. إذا فنحن نعتز بكرامتنا، فكرامتنا ماشي بالفلوس، فاحنا بغا يقطعوا هذاك النهار ما شغلناش فيه، ولكن تيبقى له قيمته. هذه السنة الجديدة وهو من خلال اقتطاع يوم ديال الإضراب، ثم تقليص النقطة، ثم حرمان رجال التعليم النساء ورجال التعليم من ازدياد المباراة. فهذه المسائل هو خرق لأعداد القانون في البلاد هو الدستور تينص بصراحة على أن الإضراب حق مشروع. إذا إذا كان حق مشروع لماذا الاقتطاع؟ لماذا تقليص النقاط؟ لماذا الحرمان من ازدياد المباراة؟ إذا فمن هنا يبان أن هذه الحكومة مشمرة على أساس أنها تزيد تبهدل النساء ورجال التعليم. ولكن نحن في النقابة الوطنية للتعليم سنبقى صامدين لأجل صون هذه الكرامة. ولكي لا أطيل، شكرا لكم.